عايزاكم تيجوا تدعموا ام يوسف مش بالفلوس، بالشراء من عندها. استقاله الايام اللي فاتت مرمطت جدا. معاشي كان قليل، كان ساعتها 1500، فما كانش بيكفي حاجه. زوجك متوفي؟ وانا طبعا اب وام لاولاد. انا في اول شهر الحمد لله والشكر لله كنت وديت شغل الاقصر واسوان. عندك ولاد ايه الاول؟ معايا 4. الحمد لله والشكر لله، والله مستوره بدعوه امي ودعوه ولادي ان هم راضيين عني. انا النهارده في الدرب الاحمر عند ام يوسف، الست الجدعه الشقيانه اللي بتربي من مشروع بسيط جدا وصغير 4 اطفال. بعد ما مات جوزها هي بقت الراجل والست في نفس الوقت. ربنا يعينها ويقويها. تعالوا نشوف ام يوسف ونشجعها بكلمه حلوه، ويا ريت كل اللي يقدر يروح يساعد ام يوسف انه يشتري منها لازم يروح. احلى احمد مصفقاش. طبعا انا في الدرب الاحمر النهارده في باب الوزير عشان اروح لام يوسف اللي بتعمل الانتيكات. حد قال لي لازم تروح تصور، الست دي بتعمل حاجات حلوه قوي، هي ما شاء الله معاها اولادها. فانا النهارده رايح ونشوف بقى ام يوسف بتعمل ايه. السلام عليكم. بيت الرزاق شايف المنطقه جنب اللي هناك؟ تفتح كده سنه كده طرفين سنه خد صغير اللون. السلام عليكم. السلام عليكم. ام يوسف ازيك؟ ازي حضرتك؟ منوراني والله. حضرتك منور الدنيا، الدرب الاحمر عندنا كله. ربنا يبارك في عمرك. لا ده انا ما شاء الله انا متشرف بيك، بحب انزل الدرب الاحمر دي جدا على فكره. ربنا يعني هيديمك. بحس ان هي منطقه اثريه ما شاء الله وغنيه جدا. هي زحمه ودوشه بس هي حلوه. لا ما شاء الله دي اقدم منطقه في مصر كلها. ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا كلها. انا طبعا شفتك على الفيسبوك. ما شاء الله بيقولوا لي انت بتعملي حاجات جامده جدا. ده من عرفيني بنفسك الاول او عرفي الناس بنفسك الاول. هو انا اسمي ام يوسف. اسمه ام يوسف ملكه النحت او تحف والانتيكات على كل، حتى لو على جوجل يعني لو كتبت ام يوسف تحف وانتيكات بيطلع لك شغلي. يعني كل الحاجات دي انت اللي عاملاها؟ الحمد لله انا عامله الشغل ده كله بايدي وانا اللي صباه، وفي حاجات كتير انا اصلا انا مصنعاها، بعمل كمان الفرم وبعمل كمان شغل ديكورات. طب نبدا من الاول، بس الاول انت اتعلمت الكلام ده فين؟ هو انا اصلا من ساعه الثوره بالظبط، ساعه الثوره كنا بقى كل قافل على نفسه عشان الشارع والحاجات دي كلها. حلو. فانا بدات من ده بكنبه بلدي، كنت نفسي اغير ديكور شقتي ومحبوسه، فانا نفسي يعني اغير من نفسي. رحت جبت الكنبه البلدي قسمتها نصين وعملتها ركنه. جيراني شافوا الكلام ده وعملوا لنا، عملت مطابخ، غيرت لون مطابخ. ايام زمان كان يعني انت اصلا مفيش خلفيه عن الموضوع ده خالص؟ لا انا حبيته في نفسي. يعني انا بحب ان انا بزعل لما ما بعملش حاجه. انت عندك ولاد ايه الاول؟ معايا 4. ما شاء الله ربنا يخليهم لي. الله يخليك. قولي لي اساميهم كده. الاء ويوسف وحور وعبده. كلهم في مدارس؟ لا لسه بقى في صغنن لسه ما السنه الجايه. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليك. بس بعد كده بقى بقيت اخدهم من المدرسه واوديهم البيت واحط الاكل بسرعه واجري. تمام. عشان من 3 ل 9 في حط اليهود بشتغل الشغل بتاعي دوت. وبعد كده بنزل في حاجات كده بقى، يعني بروح اقص شعر ناس وحاجات في كوافير. ده انت 7 صنايع. الحمد لله. بس البخت مش ضايع ان شاء الله. لا عند ربنا كله ان شاء الله. ربنا يا رب يزيدك. بس فابتديت بقى من اول هنا. بعد كده بقى حددت مصيري بقى ان انا مش عايزه ان انا افضل رايحه وجايه. اركز بقى في حاجه. ركزت في حاجه. رحت جبت مونه، جبت حوالي 2 كيلو، عملتهم اهرامات. خدهم مني الراجل قال تسلم ايدك. بقيت ماشيه معاه على حسب يعني الدنيا والسوق. بقيت اروح الصبح اتعلم في الاخان، والساعه 4 بالظبط مثلا، قبل الساعه 4 بخلص، الساعه 1:30. كنت خدت المكان ده ولا كان لسه ما فيش لا مكان؟ كنت لسه، ده كان حلمي بقى. ان انت تاخدي مكان. كان نفسي يبقى ليا حاجه ولادي يقفوا. اصل كان الايام اللي فاتت مرمطت جدا. معاشي كان قليل، كان ساعتها 1500، فما كانش بيكفي حاجه. زوجك متوفي؟ فما كانش بالله يخليك، ما كانش بتكفي معايا اي حاجه في اي حاجه. فعايزه ان انا اشتغل شغله وابقى انا بحبها وولادي يحبوها، ولادي يقفوا يعني فخورين بيها وفخورين ان هم مش بيبهدلوا. اخر الايام بتاعت الشغل دي انا اشتغلت عامله، كنت ببقى بصبن وبعمل، وكان نفسيتي كانت تعبانه، ومش عيب ولا عيب ولا حرام. القرش ما اهم حاجه جامد خلاص صح. بس هو كان الواحد انا كنت متحمله على نفسي زياده، يعني نفسيتي كانت تعبانه. بس كنت مع كل ده بخلص الساعه 1 اروح بسرعه اجيب الفطار واجيب الغدا واحط لهم يفطروا واكون عملت الغدا، واخد بعض انزل الساعه 3:30 اجري بسرعه على الشغل اللي هو التاني. عايز اقول لك ان بقى المدير بتاعي بقى يكسر فيا. هتمشي امتى يا شيماء؟ انت قلتي انا ماشيه، انت قلتي انا فنانه، انت مش هتمشي امتى؟ اقول له حاضر ماشيه. وكان اللي هو بص تكسير. بس انا الحمد لله فضلت واقفه وثابته مكاني. وفعلا اول ما طلعت شغل وان هو هيجيب لي دخل، انا سبت النادي، سبته على طول ما قعدتش فيه ان شاء الله، وبقيت خدت بقى المكان ده.
هو اكيد كده احسن. يعني بس انا فاتحه المكان ليهم والله، والكلام ده هم هيشوفوه. انا عندي زمايلي بيجي ياخدوا مني فرم، عندي زمايلي بيجي يصنعوا عندي شغل هنا، بقول لهم ده مكانكم، يقولوا لي معلش، اقول لهم ده مكانكم. انا واخداه لينا كلنا لفك كرب اي ست، لفك كرب اي ولد، ربنا يزيدك. واي حد عايز يتعلم، عايز يجي يصب شغل، عايز يصنع شغل، عايز ان انا اعمل له اي حاجه، والله فوق راسي. هو التحدي مش انت تعمل تحفه، التحدي ان انت تحلي يومك وتحلي ايامك. انا في ضغوط نفسيه كتيره، واولادي ونفسهم وعايزين، بس بسيب ده كله وانزل، بقول ما انا كده كده نازله وربنا هيرزقني. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال، يعني الكمال لله مبدل الأحوال. فانا نزلت الورشه دي، كان حوش قديم لو شفته كان صعب جدا. بص غيرت ملامحه، عملت قماش رمضان جوه اللي هو الحوش اللي جوه، قماش رمضان والشجره لونتها ونور عليها، ونور اللي هو بيتلون ده بيتعمل، وجبت بوتاجاز. جبت البوتاجاز بتاعي اللي في بيتي، عشان انا مش عندي الا بوتاجاز واحد بس. بقى انبوبته جبته حيطه هنا. ساكنه قريبه من المكان ولا بعيد؟ لا قريبه، 10 دقايق في المكان. كويس. ودي بمليون فلوس، اي نعم انا محتاج للجنيه مش 10 جنيه، بس صدقني والله ساعات بتبقى انت محتاج حاجه دعم نفسي معنوي اكتر كتير قوي. طبعا. لان الحمد لله ربنا مش هينسانا. شايلك البيت بقالك سنين. بيت والورشه والله والمحل، وربنا يعينك عليهم والله. وتفكير، يعني انا النهارده نازله بنتي الصغيره رحت بيها وجيت بيها ده كله مشقه عليا ومعايا ما شاء الله. ربنا يديك الصحه. انا صدم الناس، كل اللي يتفرج على الفيديو ده، ويا جماعه لو كتبت ام يوسف ملكه النحت هتلاقوا على جوجل وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك برضه بقالي شهرين، يعني ربنا يهديني. ان شاء الله ربنا يزيد. عايزاكم تيجوا تدعموا ام يوسف مش بالفلوس، بالشراء من عندها. ما انا لو بعت حته انا ابقى مستوره فيها طبعا اكيد، يعني ربنا يزيدك. بس فانا طالبه منكم تيجوا الاول وتحكموا، تيجي تشوف المكان. بعمل زلابيا بالصوصات، بعمل حمص الشام، بعمل كل حاجه جميله. دي لقيتها في الشارع، دي عباره عن خشبه. بصوا عامله ازاي خشبه. بص دي خشبه الراجل رميها مجرة تحفه كده ما شاء الله. خدتها منه ورحت بقى قعدت امبارح اعمل بقى الوان سماوي وزرقاء. بصوا حاجات ام يوسف. بصي تعالى اشرحي لي دول الاول. دول عباره عن بورسلين بوليستر كلها. ده ابو حفيظه. ده ابو حفيظه. ده جبت ابو حفيظه ومحمد رضا وعبد الفتاح الاسري اللي هو بيقول وشكوكو ما شاء الله، واسماعيل ياسين شايل القرد، وعامله عبد الحليم ورا. وعامله عبد الحليم اهو ما شاء الله عليك. والوان جميله. لا جميله قوي. وفنانيسه والله من 35. وكمان لو حد جاني عشان الفيسبوك ده، عشان الفيديو ده هديله ب 25 جنيه. ما شاء الله. يلا عرض ام يوسف عملت لكم عرض جامد اهو. 10 جنيه يشيلوا 10 جنيه مره. قولي لي بقى العنوان بالظبط عشان الناس تيجي، ورقم التليفون كده. سوق السلاح امام شباب الوزير، امام بيت الرزاز. رقم تليفوني 011 400 710 35. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوا تشيروا الفيديو لناس كتير جدا، وما تنسوش تتابعوني واستنوا الفيديو الجاي. سلام.